أهلا بكم في حكمة النهاردة بعنوان الاعتذار بيشيل نص الوجع والنص التاني بتخزنه الذاكرة في صمت. في حاجات كتير في الدنيا دي بتكسرنا، بس مفيش حاجة بتكسر القلب قد وجع جايلك من شخص انت كنت فاكره ان هو أمنك وأمانك. وساعات الوجع ما بيبقاش في الفعل بس، لا، بيبقى في الغدر، في الخذلان، في الكلمة اللي اتقالت وقت ما كنت محتاج حضن مش جرح. وساعات كتير بيجي الشخص اللي وجعك يعتذر لك ويقول لك أنا آسف، وكلمة آسف دي على قد ما هي كلمة صغيرة 3 حروف بس، كلمة بسيطة لكنها بتعمل مفعول السحر في القلب. بتحس كأن في حاجة ارتاحت جواك، كأنك أخيراً سمعت الكلمة اللي كنت مستنيها. بس برضه مفيش حاجة بترجعك زي الأول. الاعتذار صحيح يشيل نص الوجع، لكن النص التاني بتخزنه ذاكرتك في صمت. مش بتتكلم، مش بتحس، كل ما تفتكر تحس نفس اللسعة، نفس الوجع، نفس الألم، حتى لو كنت سامحت. أصل في فرق كبير قوي بين إنك تسامح وإنك تنسى. أوقات بتسامح عشان ترتاح، بس مش بتنسى، لأن الوجع ساب علامة جامدة قوي، ساب أثر في نفسك، زي الجرح اللي خف بس بيسيب أثر وعلامة في جسمك. وساعات بتفضل تقول لنفسك طب ما هو اعتذر اهو خلاص، ليه أنا لسه موجوع؟ عارف ليه؟ علشان الوجع مش دايما بيخف بالكلام. الوجع ساعات بيحتاج حضن، بيحتاج وقت، وساعات بيحتاج إنك تبعد خالص. في اعتذارات بتعالج، وفي اعتذارات بتفتح الجرح من جديد، علشان اللي قدامك فاكر إنه بيكلمك مجرد إن هو اعتذر خلاص رجع كل حاجة مكانها. بس الحقيقة مفيش حاجة بترجع زي ما كانت، مفيش حاجة بترجع زي ما الوجع كان. والناس اللي بتفتكر إن الاعتذار هو نهاية الوجع، لا، الاعتذار مجرد بداية للترميم، بس البناء نفسه محتاج مجهود، محتاج ثقة، محتاج وقت. وافتكر لما كنت بتعيط لوحدك وتقول في سرك أنا كنت مستني منه كلمة بس. جت الكلمة، بس بعد إيه؟ بعد ما اتكسرت، بعد ما اتغيرت، بعد ما بقيت بتفكر قبل ما تدي قلبك لحد. الاعتذار له قيمة، مش دايما كفاية، وساعات الندم بيجي متأخر، وساعات كمان بيجي متأخر قوي لدرجة إنك ما عدتش محتاجه. متأخر قوي لدرجة إنك تقول اللي بيوجعك ويسيبك تتوجع لوحدك صعب إنك تنسى وجعه، حتى لو سامحت، حتى لو ابتسمت، حتى لو قلت عدت. في جزء جواك بيفضل ساكت محتفظ بالوجع، بس مش علشان تنتقم، لا، عشان تتعلم ازاي تختار في المرة الجاية، ازاي تحط حدود عشان ما تتوجعش، ازاي ما تسلمش قلبك بسرعة لأي حد، وتتعلم ان مش كل الناس تعرف يعني ايه وجعك. افتكر الاعتذار بيشيل نص الوجع، والنص التاني الذاكرة بتحفظه بصمت، ومفيش حد بيسمعه غيرك. عشان كده اتعود ان اذا حد اعتذر لك اقبل اعتذاره واديه فرصة، اما اذا كان بيتعمد جرحك فابعد وارتاح من الجرح واختار كرامتك. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير عشان يستفيد الغير، وكومنت أعرف منه رأيكم. ما تنسوش تشتركوا في قناتي حكم وأمثال منال. شكرا لكم، سلام عليكم، تحياتي.